السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ انا رجعت لكم تاني اهو. انا سلقت الليمون ده معاكم، سلقناه سوا. وانا سلقاه حط عليه ملح، يعني مملحه وهو بيتسلق. جبت له حاجته اهو، عصفر، شطة، حبة البركة، وبشرنا جزر اهو. هنحط بقى عليه كل الخلطات دي. هنحط هنا ده العصفر اهو، نحط شوية شطة اهو، نحط شوية البركة، نحطهم كلهم اهو. نحط الجزر، هنقلب كل ده ببعضه بقى، هقلبه ببعضه وارجع لكم. بصوا حبايبي، انا خلاص خلصتها. كانت في جزرايه فاضله، قطعت فيه جزرتين اهم، صوابع صغيره كده. حطيت كل الخلطه اهي، بس هو لسه في سنه مراره. انتوا عارفين طبعا انا سلقته معاكم، حط عليه ملح وحتى معلقه سكر. هعبيه كده في البرطمان خلاص، واسيبه بقى قد ايه، قد اسبوع، اسبوع بس، اسبوع وتاكلوا منه عقبال المرارة دي ما تروح ان شاء الله باذن الله. عبيهم في البرطمان وارجع لكم. البرطمان اهو، وانا غسلته وعقمته على البوتاجاز اهو، مفيهوش ندعة مية. هنحطه بقى فيه الليمون ده ان شاء الله، واعبيه وارجع لكم. اهو يا حبايبي، غطيته بالشطة عشان ما يعملش ريم ابيض. وده اهو الشكل اهو. شكله جميل والله خالص. دول كده كيلو ونص، اخدوا نص البرطمان، كيلو ونص. يعني البرطمان الصغير ده ياخد 3 كيلو مسلوقين كده. انا كده ما حطيتش ميه، دي ميه السليق بتاعته. يعني انا ما حطيتش عليه ميه، انا سلقته وحطيته بميته اهو، لا حطيت ولا شلت، بميه السليق كده. هيغطي نفسه بقى ويستوي ان شاء الله، وناكله باذنك يا رب. لما نيجي ناكله هطلعه وابقى اوريه لكم. انا كل مره بحط مخلل من اللي انا بعمله واوريه لكم. هغطي بقى بتاع البرطمان كده، هفرده وارجع لكم. خلاص يا حبايبي، انا جبست اهو، لبست الوش شنطتين ورحت قافلاه بالغطا، ورحت ملبساه هو شنطه وقفلته. الاسبوع ده هركنه بقى مكانه كده. خلاص هنسيبه بقى لمده اسبوع ونفتح عليه. لو عجبكم تخليل الليمون ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.